ومرحبا بيكم في أول حلقة من سلسلة مشاعر مش واخدة حقها. السلسلة دي معمولة عشان خاطر المشاعر اللي دايما بتتخبى، اللي احنا بنحسها بس بننكسف ان احنا نقولها، اللي لما بتطلع الناس تفضل تقول لنا عيب أو كبر دماغك أو انت اللي حساس بزيادة. أول شعور هنتكلم عنه وهو الخوف. أيوة الخوف اللي دايما بيتقال عليه ضعف. انت خواف، خلي عندك شجاعة شوية، الله يا سيدي ما تكبرش الموضوع. بس الحقيقة بقى الخوف مش ضعف، الخوف شعور طبيعي. الخوف بيحمينا، بيوقفنا اللحظة كده قبل الغلط. الخوف بيخلينا نراجع حساباتنا من تاني، مش عشان ننهزم لأ، لكن عشان خاطر نختار صح. يعني أنا مثلا عن نفسي خايفة كتير، خايفة أخسر حد بحبه، خايفة أفشل في حاجة بحاول فيها، خايفة حتى أبان قدام الناس أضعف من اللي هما متعودين عليه. بس خلاص أنا بطلت أخجل من خوفي، بقيت أقول أنا خايفة بس همشي برضو، أنا خايفة بس هحكي وهكون صريحة. أيوة أنا خايفة بس مش هرجع لورا. المشكلة مش في الخوف، المشكلة إن إحنا ندفنه، وكل ما يطلع نحكم عليه أو نهرب منه. طب وليه ما ندوش حقه؟ نقعد معاه، نسمعه، نفهمه. أوقات كتير الخوف بيقولك ارجع، الخوف بيقولك خد بالك، أو حتى بيقولك استعد. وفي نهاية الحلقة أنا مش جاية عشان أقولك ما تخافش، أنا جاية عشان أقولك لأ خاف، بس ما تخليش خوفك ده يوقفك. خاف وافهم نفسك وامشي، امشي ولو حتى بخطوة صغيرة. لو عجبتك الحلقة ابعتها لحد بيخبي خوفه ومش لاقي مساحة يعبر عنه، واوعى تنسى كل شعور جواك له حق ان هو يتسمع. وبس كده.